السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو للفيديو ده. النهاردة طبعا مش جايب وصفة ولا جاية بأكلة، جاية بحاجة من الاخر، حاجة كل ست بيت مصرية بتعاني منها في الحر، هي ألا وهي النمل. النمل خارب الدنيا، وناس صحابي كتير اشتكولي منه وطلبوا مني الحاجة اللي انا بستخدمها او الحاجة اللي انا كنت شاكره لهم فيها ان هي فعلا حقيقي. والله العظيم والله العظيم بدون حلفان، انا كانت الوصفة دي كانت منع النملة من عندي لمدة 5 سنين. ما كانش فيه نملة، استحالة، مهما الولاد يوقعوا فتافيت، مهما اي حاجة تحصل، والله العظيم عمر ما اتوجد عندي نمل بعد ما استخدمت الوصفة دي. حقيقي وصفة من الاخر، اي حد هيجربها واي حد هيجيب ويطبق الوصفة دي، والله العظيم والله العظيم هيدعيلي زي ما كل الناس اللي جابتها وجربتها والحمد لله بفضل ربنا. ثم الدواء اللي هنقول اسمه دلوقتي اتمنع من عندهم النمل تماما تماما، رغم ان هو كان تتار عندهم، وكان يعني بيعانوا منه لدرجة انه كانوا بيلاقوه على السرير. طبعا انا بقالي 5 سنين ما كنتش بستخدم اي حاجة، ولا كنت بعمل اي حاجة في سبيل ان انا كنت عاملة الوصفة دي. نيجي بقى اليومين اللي فاتوا دول، طبعا انتوا عارفين درجة الحرارة كانت عالية جدا، والنمل ما جاليش من البيت نفسه، جالي من الشباك. متخيلين يعني؟ طبعا انا اول ما بصحى، حتى يعني مشغله التكييف طول الليل ولا حاجه، بصحى الصبح بقوم قافله التكييف ومفتحه كل شبابيك الشقه بالبلكونه، بكل الشبابيك، ما بسيبش ولا شباك مقفول. اغير الاكسجين اللي موجود في البيت واعمل تجديد للهواء، وبعد كده اقفل. الجو بقى شمس، الجو حر، الجو فيه ايه، لازم افتح الشقه كلها. فاثناء ما بفتح الشقه كلها دخل نمل من الشباك، وانا شفته بعيني هو داخل منين كمان، يعني دي الكارثه. لما دخل من الشباك طبعا اللي راح على السرير، يعني في عندي كذا شباك في الاوض، ففي اوضه دخل منها على السرير، والاوضه التانية تغلغل بقى على الارض، ووصل بقى المطبخ لترقل كده. فطبعا مش، لا، ما ينفعش بيتي انا يبقى بالمنظر ده، استحالة. يعني انا اكون سبب في الناس كلها الحمد لله بتدعي لي وان مبقاش عندها نمل، وانا يجيلي النمل. اي نعم قعد 5 سنين ما يجيليش، بس لا، لازم اعمل الوصفة تاني والحق نفسي من الحاجة اللي دخلت لي من الشباك غصب عني دي. من غير تفكير عملت نفس اللي هقوله لكم ده بالظبط. نوع الدواء ده يا بنات انتوا هتستغربوا جدا ان هو بيستخدم لمنع النمل. الدواء ده اسمه اكتوماثرين. هجيب لكم صورته دلوقتي وهنتكلم عنه باستفاضة وسعره كام وهتلاقيه فين. لان هو يعني في ناس كتير غيري الصراحة وصلوا له وبقوا يستخدموه لهذا الاستخدام. هو علاج فعال وآمن جدا في الاستعمال للجرب والهرش والحكة، لكن هو اختراع بالنسبة للنمل. والله والله العظيم حرفيا ما كان عندي نملة الا زي ما بقولكوا كده جالي من الشباك. طبعا على طول وبدون تفكير نزلت الصيدلية، وانا كده كده عارفة اسمه، وطبعا كل اللي يشوف الفيديو ياخد الصورة بتاعته سكرين شوت، وهيلاقيه ان شاء الله موجود في الصيدليات. رغم ان هو بعد ما الناس، يعني في ناس كتير برضو عرفته لاستخدامه للنمل، فبالتالي وجوده في الصيدليات بقى صعب، يعني قلما لما تلاقيه، بس ان شاء الله تلاقيه. هو اسمه اكتوماثرين، هو ب20 جنيه. مع الغلا اللي احنا فيه ده ممكن تلاقيه زايد 5 أو 10 جنيه بالكتير، لكن حقيقي اختراع. وبالذات كمان ان انتي مش هي العبوة دي بس، لا، هتشوفي انا هعمل ايه. هتملالي يجي نص كده البخاخ او 3/4. اللهم صل على النبي. يعني ما شاء الله انا رشيت بيه كل حاجة، هتشوفوا دلوقتي وهنستخدمه مع بعض، وهنشوف هنستخدمه الاستخدام الصحيح ازاي علشان يديكي نتيجة فعالة، وفعلا تشوفي النتيجة بعينك ان النمل اتمنع عنك ازاي. زي ما انتم شايفين كده، انا فضيت الازازة كلها في البخاخ بتاعي، وبعد كده ابتديت جبت مية، اي مية يعني عادي من الحنفية، بس انا عشان اوريكم وانا بعمل ايه. حطيت ميه تاني مكان بقى ما الدواء كان محطوط، وخدت كده خط الازازه زي ما بيقولوا كده، وابتديت اضيفها على المكون الاساسي اللي كان في الازازه. هكرر الخطوه دي مره واتنين، يعني هنملى الازازه 3 مرات بس. هي الازازه كده كده حجمها صغير، فانتي مش بتعملي مش بتخففيها قوي، لا، هو كده تركيزه حلو جدا وهيبقى فعال جدا برضو معاكي. اوكي، زي ما انتم شايفين كده، دي تاني مره.
هملاها مرة كمان، وبرضو هزود البخاخ بتاعي. انا حسيت ان هو كده لسه، فتقريبا مش عارفه زودتها يعني بره التصوير ما صورتش الجزء ده، لكن انا زودتها مره كمان. يعني فضينا محتويات الازازه ومليناها 3 مرات ميه، وبعد كده حطيناهم فوق البخاخ. اصبح الكميه عندنا حلوه، وتقضي الشقه، يعني تقضي ان انت ترش في كل الاركان الشقه. لكن عندنا كم ملحوظه كده قبل ما نستخدمه، ولازم تركزي في اللي جاي، لان مش مجرد رش كده وخلاص، لا، مش هيديكي نتيجة حلوة ومش هيديكي نتيجة فعالة. ليه؟ لان كل حاجة لها اصولها زي ما بيقولوا كده. اول حاجة هتكنسي الارض بتاعتك كويس جدا، سواء بالمكنسة او بالمقشة المتوفر عندك. اهم حاجة ما يبقاش فيها الهواء ولا تراب ولا فتافيت ولا اي حاجة. وبعد ما تكنسيها تمسحيها بالمسحوق اللي انت بتمسحي بيه، سواء بقى بريل، سواء بالنسبه للمسح برضو عايزه اعمل لكم فيديو حاجه كده اكتشفتها اكتشاف واختراع للمسح، بتخلي ريحه الشقه رهيبه، وفي نفس الوقت البلاط بيبقى بيلمع زي ما انتم شايفين كده. وتبتدي تمسحي كويس جدا، وتتاكدي ان مفيش اي تراب ولا اي شوائب ولا اي حاجه على الارض. وبعد ما بتمسحي على طول كده والارض منديه، تقومي جايبه البخاخ بتاعك اللي انت عامله فيه الخلطه بتاعتنا الجباره، اللي هي حاجه بسيطه خالص، هي ازازه دواء هتجيبيها من الصيدليه ب20 ولا ب30 جنيه، وتخففيها بالميه زي ما انا وضحت لك بالظبط. اهم حاجه ما تزوديش ميه علشان النتيجه تبقى فعاله. هي تملي الازازه 3 مرات بس، اوكي. وتبتدي بقى ترشي في الاركان كده، ما تقلقيش انت كده كده. يعني الولاد مش هيجوا في ركن الحيطه ويحطوا ايديهم، يعني برضو تكوني حريصة ان ما حدش يحط ايده من الولاد. يعني ده كده عندي ورا الكنب انا زقيته خالص وجبت وراه. انا عايزة اقول لكم ما سبتش سنتي في الشقة، لان مش انا اللي شقتي يبقى فيها نمل. انا من النوع اللي يعني بص عنده وسواس قهري في حوار النظافة ده، فما اقدرش اعيش او اتعايش مع اي حشرات ايا كانت هي، حتى لو الناس بتستبسط النملة او كده، لا انا ما اقدرش. وما في ناس كتير زيي، مش انا لوحدي يعني الصراحة، وفي ناس يعني عادي بالنسبة لها. فلا، اتنشطي كده وجربي الوصفة دي، مش هتكلفك اي حاجة غير ان انتي يعني هتنسي النمل ده 5 سنين قدام. 5 سنين يا بوسي؟ ايوه 5 سنين وعلى ضمانتي. انا ما بقولش كده من فراغ، انا بقول كده عن تجربة. ولولا كمان ان هو دخلي من الشباك كان ممكن اقولك ال5 دول ممكن يبقوا 6 و7. جيت بقى للشباك اللي جاب لي البلوى اللي انا فيها دي. التكييف اهو، حبيت بمسح على طول الظهر بتاعه، وبفوطه بقى ناشفه اقوم منشفاه. يعني الاول بصبنه، بعد كده بنشفه بالفوطه دي. ما جبتش انا اللقطه بتاعه التصبينه دي، سوري يعني. وبعد كده بنشفه، وبعد كده بطمن الحاجه نظيفه اهم حاجه، وبعد كده ترش. يعني بصوا اهو، هبتدي بقى ارش كده بالراحه كده وبهدوء، علشان انا عندي البياض لونه فاتح فما اقدرش ازود. اهم حاجة الاركان، لان النمل بيدخل من الاركان. انا كده كده بحط قماشة اصلا كمان على الشباك قبل ما اقفله، بس طبعا شلتها علشان اعمل الخطوة اللي انا بقول لكم عليها دي. يبقى كده عملنا مسحنا الارضيات كلها كنسناها ومسحناها، وبعد كده رشينا ده. والشبابيك برضو مسحناها ونضفناها كويس، وبعد كده رشينا الوصفة بتاعتنا دي. وجيت برضو عند البلكونة عندي عملتها بالمكنسة عشان عاملاها نجيلة زي اللي متابعيني عارفين. وبعد كده بعد طبعا كل الالعاب اللي كانت فيها دي وديتها الاول الحمام واتغسلت كويس جدا من التراب ومن كل حاجة، واصبح البلكونة كانت عندي فاضية تماما. كنستها بالمكنسه، وبعد كده حطيت الوصفه بتاعتي ورجعت لهم الالعاب تاني ولا كأن حاجه حصلت. يلعبوا بنظافه بقى ومن غير نمل، ويوقعوا براحتهم ويهيصوا براحتهم. وربنا يا رب يدينا الصحه ويقوينا ويعيننا على تربيه ولادنا. ولو حسيتي بقى ان انت استفدتي من الفيديو وقلت لك حاجه كده جديده بالنسبه لك، وان شاء الله لما تجربيها هتدعي لي دعوه من قلبك. بس يعني انا مش عايزه حاجه غير ان انت تدعي لي دعوه من قلبك، بلس الدعوه بقى. لو انت جديده عندي على القناه، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو عشان اكبر عدد يشوفه ويستفاد ويكون في ميزان حسناتك، وتحطي لايك وكومنت حلو زي كده. وتأكيدا على المعلومة، علشان لو اي واحدة ما لحقتش تاخدها سكرين شوت او تاخد اسم الدواء سكرين شوت، تاخديه اهو. تركيز 5% اكتوماثرين، سعره بيتراوح من 20 ل 30. واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. باي باي.